من رحم الشعب، من رحم الكلمة. تمام؟ الكلمة لازم تغير، ولازم نبتدي بدل ما نقول الشعب لمجرد الشعب، نبتدي نقول الشعب للتغيير، تغيير الإيجابي، وده المفروض إن احنا نبتدي منه. تمام؟ فأنا أول قصيدة هقولها اسمها يا محروسة، بس قبل ما أقولها هعمل إهداء لحد معين وأقول له إزاي راضي تعيش خير يسكروا عليك البيبان بعد ما كان جوفك حرية كسيته طوب الهوان. قصيدة يا محروسة هي رسالة إلى المحروسة، والمحروسة طبعا احنا عارفين كمان إن هي مصر. فهقول لها أنا قوتك وأنا ضلوعك، وأنا اللي لولا ما هتعيشي، أنا اللي حرر لك نبضك مزق حبال العريشي. أنا حسنك وأنا شموخك، وأنا الظل اللي آنيكي، أنا أوزون دمك بطهر كل بلاويكي. فمستغرب أنا لفعلك رغم إن حارس خطاويكي، لكن صامتة على ذلك، رافضة مسكني وبيتي، سايباهم ينهشوا لحمك، وأنا اللي رايد أتاويكي، يلعبوا هما بكلك وأنا من الزهد تسقيني. إزاي عشق جهلك ونعمة الله بترويكي، الديب لو فض طهرك في كاس الذنب هيرميكي، ساعتها حصاد ذنبك بركان يذيب أراضيكي. لو شحات رايد هديك فمد الكف ما تغيب، بدمي فديت أرضك لأجل شروقك في الأثير، وبعيني حررت ضيك لأجل جوفك يصبح منير. بطشت باللي كان سجانك، نزعت حريتك من الغدير، رميته في الوحشة مكانك لأجل ما يدوق سواد المقاصير. لكن بعد كام يوم لقيتك معتزلة عن النسم العبير، مالية الفضا بعويلك كعاصفة بنفخ زئير. وكان وقتها مطلبك انك تعيشي تاني زي البعير. يا محروسة كرهتك، يا محروسة كرهت ان ابنك من النهارده انا ليكي نكير.